صعب للزمالك على مودرن سبورت 2-1 ولسه اداء الفريق فيه كلام. شوط اول يانيك فيريرا لعب ب 4-2-3-1 وادى حريه الحركه في نص الملعب لعبد الله السعيد وناصر ماهر يبدلوا من مركز 8 و10. في اول 10 دقائق اكتساح زملكاوي، واخوان الفينا بيورينا ان بقى فيه لعيب برازيلي موجود في الدوري المصري ويعمل حركه مفيش اجمل من كده يجيب بيها هدف. واخيرا بقى فيه جناح في الزمالك مهاري بدل ما كان يبقى متعود ان انت بتشوط ضربات جزاء بس. لكن بعد تلت ساعه وده شيء غريب الزمالك الاداء البدني بتاعه يقل ومودرن سبورت يمسك كوره لكن من غير خطوره. والشوط الثاني مفيش اجمل من البدايه دي للزمالك، شكوبانزا بيجيب هدف عن طريق اسيست مفيش احلى من كده من الفينا والكره تدخل كده ما بين رجلين ابو جبل. لكن عايزك تتخيل سيناريو الشوط الثاني لو الزمالك ما كانش سجل هدف، حرفيا كان سيطره كامله المودرن وكوره في الثانيه والونش بيجيب هدف في نفسه، مع ان خط الدفاع هو الخط الوحيد اللي اللعيبه فيه ثابته والمفروض انه يبقى اكتر خط فاهمين بعض. لكن للاسف ده اكتر خط مهزوز في الزمالك دلوقتي. يحسب لفيريرا انه ما كابرش وعارف امكانيات لعيبته فينزل صلاح مصدق علشان يرفع من كواليتي الدفاع شويه. لكن اللي على غير العاده دونجا اللي حرفيا انا اول مره بشوفه بيلعب كوره قدامه وهو موجود في الزمالك. لكن رايك هل الزمالك بادائه اللي بيقدمه لحد دلوقتي هيقدر ينافس على منافسه الدوري ولا لا؟